السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا جايه النهارده مش عشان اتكلم عن الاكل، لا، حبيت افضفض معاكم شويه كلام يريح القلب. بصوا، يا رب يجعل ايامنا كلها بركه وراحه بال. يا رب يرزقنا رزق واسع من حيث لا نحتسب. الدنيا مش مستاهله زعل ولا ضيق، كل حاجه بتعدي ومع الصبر بيجي الفرج. يمكن النهارده حزين بس بكره اجمل باذن الله. خلي عندك امل وحافظ دايما على قلبك نضيف. اللي بيرضي الناس عمره ما بيخسر، واللي بيسامح ربنا بيرفعه عنده. افتكروا دايما مفيش اجمل من راحة الضمير والدعاء في السجود. خلي قلوبكم عامرة بالذكر ولسانك دايما راتب بذكر الله. سبح سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. وصدقوني كل ما نقول الحمد لله ربنا بيفتح لنا ابواب الخير اللي ما تخطرش على بالنا. يا جماعة افتكروا دايما اللي مكتوب لينا عمره ما هيروح لغيرنا، واللي لينا هيجي غصب عن الدنيا. خلي عندكم يقين ان ربنا شايف وسامع ومش بينسى عبد دعاه من قلبه. اوعوا تفتكروا ان الضيق بيطول، دي سنة الحياة، يوم حزن ويوم فرح، لكن الفرح دايما بيجي بعد الصبر. أجمل حاجة هتعملوها لنفسكم إنكم تسامحوا. أيوة تسامحوا عشان قلوبكم ترتاح، واللي ظلمكم سيبوه لربنا فهو أعدل العادلين. وخلي عندك دايما كلمة حلوة لنفسك، قول إنك قادرة، أنا مؤمنة وربنا مش هيسيبني. ويا رب اجعل كل دعوة في قلوبنا مستجابة، واشفي قلوبنا قبل ما تشفي أجسادنا، وبارك في أهلنا وأحبابنا، واغفر لنا ما مضى وما هو آت. تعرفوا يا جماعة، أجمل حاجة في حياتنا مش اللي نملكه لكن القلوب اللي حوالينا، الضحكة اللي بتطلع من القلب، الكلمة اللي بترفع معنوياتنا، والناس الطيبة اللي ربنا بيبعتهم لينا في وقت الضيق. الدنيا قصيرة وكل واحد فينا ماشي في طريق، فخلي خطوتك خفيفة وما تأذيش حد. الكلمة الطيبة صدقة، حتى لو كلمة ربنا يسهلك، أو حتى ربنا يبارك لك، أو حتى بس دعوة من قلب. ولو حد حاسس إنه تعبان قول لنفسك أنا مش لوحدي، ربنا معايا. يمكن تبكي دلوقتي لكن صدقني الضحكة جاية وهتضحك من قلبك قريب. اللي راح من عمرنا مش بيرجع، بس اللي جاي ممكن يكون أجمل بكتير. المهم نستقبله بقلب راضي. إياكوا تنسوا إن الرزق مش بالفلوس، الرزق في الصحة وفي الضحكة وفي راحة البال، في صحاب بيحبونا، في عيلة حوالينا. خلي يومكم مليان بذكر. سبحوا، دي كلمة صغيرة بس بتفتح أبواب كتير. بس ده كلام اللي كنت نفسي أقوله لكم، ويا رب يكون رفع من معنوياتكم ويكون ريح قلبكم. إن شاء الله دايما ربنا يريح قلبكم ويرضيكم، بس دايما خليكم عندكم يقين بأن ربنا دايما موجود معانا. أهم حاجة تقربوا منه في الصلاة وذكر الله. وده فيديو النهاردة، ويا رب يكون الفيديو مش طويل عليكم وأزعجتكم بكلامي، بس صدقوني الكلام ده يفرق معاكم كتير إن شاء الله وهيريح قلوبكم. وده كان غدانا النهاردة. متنسونوش في لايك ودعوة حلوة. مع السلامة.